ترك الصلاة التي كان يداوم عليها منذ صغره بسبب موت ابنته العزيزة على قلبه. وبعد مرور عام على وفاتها، وبينما كان يسير في الطريق، وإذا بابنته المتوفاة واقفة أمام ناظريه تريد عبور الشارع، فأصابه الذهول مما رأى. كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. كان هنالك رجل يعيش مع عائلته بحب ووئام، وكان لديه أولاد وبنات، ولم يكن يفرق في محبتهم، إلا أنه كان يعتني على وجه الخصوص بابنته الصغيرة، ليس لأنها آخر العنقود كما يقال، بل لأنها كانت تعاني من مرض عضال لازمها منذ ولادتها حتى بلغت 18 من عمرها. كان هذا الأب أبا مثاليا محبا لدينه، ملتزما بواجباته الدينية بشكل كبير. لم يسجل لديه تركه لصلاته فرضا واحدا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والصيام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومساعدة الآخرين، والتأدب مع الناس، والخلق الحسن إلى آخره من الفضائل وأعمال الخير. وفي يوم جاء على هذا الأب الصالح جعل حياته تقلب رأسا على عقب، وتغيرت أحواله كلها من رجل بار مؤمن ملتزما في دينه يتقي الله سبحانه وتعالى، إلى رجل عاص لله تاركا لصلاته لواما. ذلك اليوم هو يوم وفاة ابنته المريضة، ابنته العزيزة على قلبه، بعد صراعها مع المرض ومحاولاته الكثيرة في سبيل إنقاذها، وبذل الأموال الطائلة على علاجها، وتراكم الديون عليه، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. كان يوما صعبا عصيبا، يوما كئيبا حزينا أسودا، لم يعد يدرك ما حوله، ولم يعد يشعر بأنه ما زال يعيش في هذه الحياة، يأكل ويشرب ويتنفس. حان وقت صلاة الظهر، ولكنه لم يقم لإداء صلاته. كان يجلس في زاوية من زوايا غرفته مطأطئا الرأس. لاحظ ولده الكبير ذلك فجاء إليه، جلس بقربه ووضع يده على كتفه، متحدثا مع أبيه بصوت دافئ خافت، قائلا له: يا أبتي، لقد حان وقت صلاة الظهر، قم معي. ولا إجابة. أعاد الابن الكبير كلامه على والده. نظر الأب لولده ووجهه محتقنا بالدماء، وصاح بصوت عال: اتركني لوحدي، اتركني لوحدي. قام الابن بتهدئة والده وهو يقول له: يا أبتي، قم لصلاتك، ما كان بأمر الله وقضائه. يا أبتي، ألم تكن تعلمني ذلك؟ إن كل شيء بأمر الله وقضاء الله. ألم تكن تعلمني كيف أكون قويا صابرا عند البلاء وعند الشدة؟ أسأل الله العظيم بأن يلطف بنا. انهض يا أبتي وخذ بيدي. تمسك الأب بيد ولده ونهض بصعوبة وقام يصلي، لكن صلاته لم تكن كصلاته في السابق، صلاته التي كان فيها الخشوع والصلة مع الله، الانقطاع التام عن كل ما يجري حوله في العالم. أما صلاته اليوم فهي صلاة بالجسد فقط، أما روحه وفكره كله كان هنالك مع ابنته المتوفاة. يئس الجميع من عودة الأب لحالته الطبيعية، وبقي وحده في تلك الزاوية من غرفته لفترة تجاوزت العام، عام في البعد عن الله وعن الفرائض وعن القرآن الكريم. وشيئا فشيئا ترك الصلاة بشكل نهائي، رغم محاولات كثيرة من أهله
ومحبيه من إرجاع الأب إلى رشده وإلى صلاته، ولكن دون جدوى. وذات يوم أراد الخروج إلى الشارع ليمشي وحيدا، لم يكن يعرف وجهته أو إلى أين يذهب، فقط هو يمشي إلى أين لا يدري. مشى حتى وصل إلى شارع توقف عنده لحين مرور السيارات المسرعة. أثناء توقفه وفي الجانب الآخر من الشارع كان هنالك فتاة تريد عبور الشارع هي الأخرى. كان يبدو عليها الاستعجال، ولكن الأب عندما نظر إلى الفتاة أصابه الذهول والتعجب، فالفتاة تشبه ابنته المتوفية قبل عام. الشبه الكبير بينهما جعل الأب يعتقد بأن الفتاة هي ابنته. تحركت الفتاة تريد عبور الشارع. تصاعدت الأحداث سريعا. رأى الأب سيارة مسرعة قادمة نحو الفتاة. أسرع الأب لإنقاذها. أمسك الأب يد الفتاة، سحبها بقوة وبسرعة نحو الجهة الآمنة من الشارع. سقط الأب والفتاة على الأرض. ومرت السيارة المسرعة دون حدوث ضرر، وتم إنقاذ الفتاة. وسأل الأب الفتاة: أخبريني، هل أنت بخير يا ابنتي؟ فقالت له: أجل يا عم، إني بخير وإني شاكرة لك كثيرا. فرد الأب على الفور: لا، أنا لست عمك، أنا أبوك، وإنك ابنتي، إنك ابنتي. وأخذت الدموع تنهمر من عينيه وهو يبكي بشدة متذكرا ابنته. أخذ الناس يتجمعون حولهما، ثم سأل الأب الفتاة: أخبريني يا ابنتي، لماذا كنت مسرعة في عبورك الشارع؟ ما الذي دعاك للاستعجال؟ أخبرته الفتاة بأن والدها مريض جدا، وهي من تتكفل برعايته، وهي يتيمة الأم والابنة الوحيدة لهما، وقد نفذ الدواء وذهبت لتشتري دواء جديد. وعندما سمع الأب هذا منها بكى بشدة وقال لها: شفى الله أبيك، اذهبي يا ابنتي ليحصل أبوك على دوائه، وانتبهي لطريقك. شكرت الفتاة الأب كثيرا وذهبت لحال سبيلها. ورجع الأب إلى داره وهو في غاية الحزن والأسى، فهذه الفتاة جعلته لا يتوقف عن التفكير للحظة بابنته المتوفية. عاد الأب إلى منزله متوجها إلى غرفته، وجلس في زاوية الغرفة التي لم يفارق الجلوس فيها منذ وفاة ابنته. بعد قليل دخل ابنه الكبير ودنا من أبيه وقال له بصوته الدافئ: يا أبتي، أراك اليوم أكثر حزنا، فهل حدث شيء أزعجك عند خروجك من المنزل؟ فنظر الأب إليه والدموع في عينيه، وحكى له قصة إنقاذه للفتاة التي تشبه ابنته. دمعت عينا ولده الكبير بعد سماعه القصة، وقال لوالده وهو يبتسم رغم الدموع: بارك الله فيك يا أبتي، هذا ما كنت أتوقعه منك. فحزنك على فراق ابنتك لم تفقدك الشجاعة والشهامة. وقال الأب: لقد رأيت الفتاة ظننتها ابنتي في لحظة من اللحظات، كانت تشبه أختك تماما. أسرعت لإنقاذها ونجحت، لكني لم أنجح في إنقاذ حياة أختك ابنتي. وبكى. فقال له ولده الكبير: يا أبتي، هون عليك. وقال: يا أبتي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لقد كان على يدك إنقاذ نفس من الهلاك، وكنت سببا بإسعاد هذه الفتاة وعائلتها. ارتسمت على شفاه الأب بسمة صغيرة لأول مرة بعد مرور عام على وفاة ابنته، وقال: الحمد لله على ما أعطاني ربي، بارك الله فيك من ابن بار بوالده. إني حقا لفخور بك، وبرجاحة عقلك وحسن أدبك ولطفك وبرك لوالدك. نعم الولد أنت،
ثم رفع الأب يداه إلى السماء داعيا وقال: اللهم فوضتك أمري كله فاجعله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي، وسهل علي ما استثقلته نفسي